بسم الله الرحمن الرحيم. وصفة النهارده عمل مشترك يعني مش متخانقين الحمد لله. زي الفل عشان ده ايه بقى؟ ايوه بصل. دخل بين الايه؟ بصله وقشرتها. لا عيب ايه ده؟ طيب ماشي. النهارده بقى هنعمل لكم بصل مخلل باذن الله كده، يعني بطريقه سهله جدا، مش هتزهقي انك تعمليه، مش هياخد منك وقت وانت بتحضريه. طريقته حلوه جدا. مش هتقعدي بقى 20 ساعه بقى تقعدي تعيطي من البصل وانت بصوا طريقه تحفه قوي قوي قوي. عايزاكم كده تجربوها. تمام سهله خالص يعني بسيطه. عملناها بجد سهله جدا وتحفه، وهتاكلوه ان شاء الله بعد 5 ايام. عايزاكم كده تجربوها وقولوا لنا بقى رايكم ايه لما تجربوها، مش هياخد منكم اي وقت خالص. والاشتراك مع الاستاذ عاطف طبعا. عامل لنا بقى النهارده بقى ايه؟ بصل مخلل كده تاكلوا صوابعكم وراه. شايفين الفن والحركات؟ شايفين؟ لازم تقلبوه كل يوم كل يوم. ايوه يتقلب من الناحيه دي من الناحيه دي كده تمام. تنسوش بقى تحطوا لنا اللايك والكومنتات بتاعتكم الحلوه، وتكتبوا لنا بقى الطريقه عجبتكم وسهله ولا لا في الكومنتات تحت. واهم حاجه تعالوا بقى اتفرجوا كده على الطريقه، وما تنسوش تتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. تعالوا بقى تشوفوا الطريقه ونشوفوا هنعمل ايه في البصل المخلل بتاعنا النهارده. يلا بينا نبدا ونقول بسم الله وعلى بركه الله. طبعا البصل الصغير مالي السوق اليومين دول، وانتوا سالتوني على الطريقه كتير. هنعمله بطريقه سهله من غير ما ندمع. عادي الميه اللي بتسخن ميه مغليه وحطينا فيها ملح وخل وسقطنا فيها البصل. مش هيقعد كتير عشان يبقى مقرمش كده وطعمه لذيذ. فاول ما نحط البصل هتلاقوا كده الميه بدات انها تطلع فقاقيع. هطفي عليها النار وهسيبه بالظبط، يعني احنا سيبناه حركه 10 دقائق 10 دقائق بالظبط، ما تكتروش عن كده. غطينا عليه عشان ما احنا مش عايزينه مسلوق، احنا بس عايزين الخطوه دي انها ايه، نعرف نعرف ان احنا نقشر البصل. تمام كده تمام كده. هنبدا بقى ايه دلوقتي نطلعه ونحطه في قلب ايه الميه بتلج، نعمل له صدمه بسرعه عشان خاطر ايه يقرمش ويدي طعم حلاوه كده اهوت واحنا بناكل. بصوا بقى الخطوه الجميله ديت، هي دي بقى ايه سر التكايه كلها اللي بتخليه ايه مقرمش. بصوا بقى هنقشره ازاي بسهوله. بصوا القشره بتاعته الخارجيه ما شاء الله بتطلع بسرعه كده في ثواني، ما بياخدش ثواني. انما هو من جواه يعني شكله حلو. هو من جواه مش مسلوق. لا هو بس القشره الخارجيه دي بتساعد على ان القشره الخارجيه معاكي تتقشر بسرعه كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. تمام. عملنا الكميه كلها في قد ايه؟ ما اخدناش وقت. 5 دقايق بالظبط. ما اخدناش وقت خالص ما شاء الله. خلصنا بسرعه جدا. ايوه وايد عليك بتساعد. دي اهم حاجه. بعد الخطوه اللي احنا عملناها بعد ما قشرنا البصل غسلناه، يعني ادينا له كده برده شطفه تحت الحنفيه. بس ده هنا بقى هنحط عليه ايه؟ جزر مبشور. جزر مبشور. وبعد الجزر المبشور هنضيف عليه شويه من حبه البركه. ايوه كده. ودي بقى هريسه شطه. لو ما فيش هريسه شطه ممكن برضو تفرموا فلفلتين حمر، ما فيش اي مشكله. الهريسه دي معموله من غير اي اضافات، يعني ما فيهاش توم. دي طعم جميل قوي. ده فلفل احمر بس. بعد كده بقى هننزل بالبصل على الحاجات دي. شايفين بقى الالوان والتداخل والحاجات الجامده دي. هنجيب بقى البرطمان بتاعنا غسلينه كويس جدا ويعني معقمينه حلوه قوي. هنبدا هنا اللي احنا نرص فيه البصل بالطريقه. انا اللي راصص البصل. ايوه هي دي. بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. رصصنا البصل كده. هنبدا بقى اللي احنا دلوقتي نحضر الفنيه بتاعتنا. شايفين الالوان. هنحضر دلوقتي المحلول بتاع التمليح بتاع البصل. تمام. انا هقول لكم مقادير لتر الميه يعني 4 كوبايات من الميه، عليهم ربع كوبايه من الخل، عليهم معلقه كبيره من السكر، عليهم 4 معالق صغيرين من الملح. ليه حطينا كميه الخل دي؟ علشان خاطر البصل بيحتاج خل شويه عن بقيه التمليح. معلقه السكر بتعمل ايه؟ بتخلي المخلل او اي نوع من المخلل كده مقرقش كده وحلو، يعني بتخليها مقرمشه كده لاخر فتفوته في البرطمان. جربوها ان شاء الله وهتعجبكم. اهم حاجه ما تنسوش لو وصلتوا لهنا صلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي يا حلوين. باي باي حلوين. بابا I want to like I love you.